عبد الحليم حافظ هيعمل حفله في المغرب بس اسرته مش موافقه. العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ الله يرحمه هيعمل حفله في المغرب. حبيبي الله يرحمه. ألف رحمة ونور عليه. ما تتخضش بس، ده حفله بتقنيه الهولوجرام اعلنت عنها اداره مهرجان موازين في المغرب، بس اللي حصل ان الاعلان ده زعل اسره العندليب وقالوا احنا ما نعرفش حاجه عن الكلام ده ومش موافقين عليه. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. وقالوا كمان ان الحقوق المتعلقه باسم وصوره العندليب محفوظه حصريا لشركه واحده، وخلي بالك دي مش اول مره. عبد الحليم ظهر قبل كده بتقنيه الهولوجرام في حفله في 2019 مع كارول سلاحه، وبعدها عمل حفله في قصر البارون، وفي 2021 راح دبي وعمل حفله مدتها ساعه ونص وكله بالهولوجرام برضه. ومش عبد الحليم بس اللي حصل معاه كده، نفس التقنيه دي خلتنا نشوف ام كلثوم في حفله في 2019 في دبي، وحفله ثانيه في الاوبرا عندنا في 2020، وحفله في مهرجان موازين في المغرب في 2023. الهولوجرام والاي ادونا فرصه نسافر بالزمن. في رايكم في الموضوع ده؟ ومين من النجوم القدام اللي نفسكم تحضروا حفله ليهم؟